بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل كده مثال عن ازاي نعمل او نستخدم الكود اللي هو بتاع بليب علشان نحلل الانتراكشن بين اتنين بروتين. تمام. الكود اللي هنستخدمه اللي هو 6M17 ده عبارة عن في 3 بروتين اللي هو الايس 2 اللي هو الريسبتور بتاع الكوفيد 19 والار بي دي او الريسبتور بايندنج دومين بتاع الكوفيد 19. تمام. ففي كل وفي بروتين تالت مرتبط بالاس 2، فاحنا عايزين بس اللي هو الاس 2 والار بي دي. تمام. فلكل بروتين منهم في 2 تشين، في 2 تشين. الاس 2 في بي ودي، والار بي دي في اي واف. تمام. فانا نزلت الاستراكشر بتاعي اللي هو 6M17 اللي هو ده. تمام. في امر كده مكتوب في بايمو اللي اسمه util.cbc بيلون المركز الموجوده على حسب كل تشين بيديها لون يعني. تمام. فعندنا 3 بروتين. تمام. اللي هو ده البولون اللي هو البيج ده واللبني والاخضر. تمام. احنا عايزين اللبني والبيج، باقي الحاجات دي احنا مش عايزينها. تمام. فالالوان ديت اللي هي كانت تشين اللي هي البي والاي تقريبا. نبص تاني هنا كده الاي والبي تمام. فنقول له remove not chain، نفتح قوس مع كده chain B or chain E. تمام. فشل لي كله ما عدا ال RBD وال S2. في شوية حاجات بس هنشيلها تاني، اللي هي في شوية مية هنا، 4 جزيئات مية. تمام. هنسيب الايون اللي هو الزنك. تمام. وفي جلايكان مرتبطة بالاس 2، في هنا امينو اسيد مرتبط بيها اللي هو ده تقريبا. تمام. ونسيف الملف بتاعنا. تمام. طيب، لو فاكرين المرة اللي فاتت كنا قلنا ان الاستراكشر بتاعنا علشان اعمل بريدكشن او اشوف يعني اعمل اناليسيس الانتراكشن بين الاثنين، مثلا بروتين او بروتين وليجند، لازم يكون الليجند بتاعي او بروتين من الاثنين يبقى هو مكتوب في السطر بتاعه هيتر اتوم بدل كلمه اتوم. فاحنا دلوقتي مش هنعمل كده. تمام. احنا هل عندي هنا في حاجات مكتوبه هيتر اتوم؟ في اللي هم ايه؟ الايون اللي هو الزنك والجلايكان اللي هو الاخير ده هنا ادي الناج اهو. تمام. والزنك. تمام. دول بس اللي هم هيترو اتوم في الكومبلكس ده بس. تمام. وهنرفع الملف بتاعنا على الكولاب. انا رفعته اهو، وشغلت الاكواد اللي هي بتاعت اللي بتسطب بليب، وناقص الامر اللي هو اللي هيسطب بليب ويشغل يشغل البرنامج يعني. ماشي. ادي بليب، الامر اللي هو بيسطب بليب، والامر نفسه اللي بيشغل بليب اللي هو بليب شرط اف. الاف بكتب بعديها الكود اللي هو الكومبلكس بتاعي. بعد كده شرط او اللي هو الاوتبوت هيطلع فين، والشرطه تي يعني بقول له طلع لي الاوتبوت في صوره ملف تكست. تمام. فدلوقتي هيشتغل اهو. تمام كده خلص. حلو. ننزل الريبورت بتاعنا او ممكن نفتحه حتى لما ننزله. تمام. ايه بقى الموجود؟ الانتراكشن بتاع الزنك والناج بس. طب فين بقى البروتين اللي ما طلعش؟ علشان ما حولناش تشين من الاثنين اللي هي هيتر اتوم. طيب هنحول انهي تشين؟ اللي هي الليجند بتاعي، او اللي هو انا عندي ريسبتور اللي هو مثلا الاس 2 والليجند او البروتين الثاني اللي هو هيرتبط بيه اللي هو الار بي دي، اللي هو في الحاله ديت اللي هو تشين اي اللي هو ده من اول هنا كده لغايه الاخر. ففي طريقتين، الطريقه الاولى اللي هو ممكن مثلا بيكون بايثون. تمام. او الطريقه الثانيه اللي هي السهله السريعه، يعني هتاخد بس الستور اللي هي بتاعت التشين اي في ملف تاني تكست مثلا او كده، وهي تعمل ريبليس لاتوم بعد كده 2 مسافه بهيتر اتوم اللي هي حتى مسافتين علشان ما يزقش السطر، يبقى نفس العمليه هي ما تتحركش من مكانها يعني. تمام. وناخد دوت كده كوبي ونرجع تاني للملف بتاعنا ونقول له ايه؟ بيست ونسيف. تمام. طيب
نرجع تاني للموقع، نمسح الملف كومبلكس دوت مش عايزينه. تمام، ودوت نمسح كل الاوتبوت بتاعنا. تمام ماشي، ونرفع الملف تاني. نستنى لما يخلص الرفع بتاع الملف. تمام، وممكن نعمل دوت كومنت كده كده انا مسطبها، فهشغل البرنامج على طول. تمام، ادي هو حتى انا واخد وقت في الاناليسيس علشان هو بيعمل بين الاتنين بروتين، وبرضه جوه البروتين نفسه، البروتين اللي هو اللي انا حولته لهيترو اتوم، اللي هو الار بي دي تقريبا. تمام، احنا عندنا كان انهي التشين، كان انهي كام، او الرموزه كانت ايه؟ البي و اي، صح كده؟ ادي بي و اي. تمام، طيب هياخد وقت شويه عشان هنا الاتنين بروتين حجمهم كبير شويه. اهو كده خلص. تمام، نشوف كده الريبورت. هو حتى واخد وقت في الفتحان. اهو عندي تشين اي اللي هي كانت الار بي دي بتاعي في الاتنين تشين، اللي هو ده الانتراكشن اللي هي جوه التشين جوه البروتين نفسه. تمام، و لو نزلنا ملف مثلا، تمام اهو نفتحهم بالسبلايم، نعمل زوم اوت كنترول ناقص، ونفايند الايه الكلمه دي، انتراكتنج تشينز. تمام، احنا عايزين بي واي. تمام، اهو دولت عند انتراكشن اهو، اللي هو دوت هيدروجين بوند. تمام، بين التشين اي واي، بي واي. تمام، ده الامينو اسيد اللي هو رقم 24 في التشين بي، والامينو اسيد رقم 487 في التشين اي. وهنا عندي انتراكشن تاني اهو. تمام، وهكذا انا عندي 11 ماتش، انا عندي 11 امينو اسيد عامل انتراكشن. تمام، ده 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام كده، انا عندي هيدروجين وهيدروفوبيك. تمام، عندي بايكوتايون انا فيش. تمام، طبعا عشان تستخرج الحاجات اللي هي بتاعه البي والاي بس، ممكن بكود بايثون مثلا تعمل كود بايثون يستخرج الحاجات دي، او تعمل زي ما عملت دلوقتي، اللي هو بتفتح الريبورت او الفايل اللي بيطلع ويتدور بالجمله دي اللي هي انتراكتنج تشينز، نقطتين في بعض مسافه، والتشينز اللي هو في الملف بتوعك، وتاخدهم مثلا كوبي تحطهم في تفلتر الملف يعني معنى صح. تمام، تحطهم يعني تاخدهم كوبي تحطهم في ملف تاني عشان تعرف يبقى عندك ملف بس لوحده في الانتراكشن بين الاثنين تشين بس. تمام، طيب يبقى كده احنا عملنا ايه؟ نزلنا كومبلكس اللي هو 6M17، وطلعنا الاثنين تشين بس اللي احنا عايزين نعرف الانتراكشن بينهم، وحولنا الليجند او التشين اللي هي بترتبط، او يعني اللي بتيجي بترتبط بالريسبتور بتاعي اللي هو الاس 2 لهيترو اتوم، ورفعنا الفايل على الكولاب وشغلنا بلاب. تمام، وعرفنا ان لما بسيب الملف بتاعي ما فيهوش هيترو اتوم، مش بيقدر يحلل او يعمل لي الانتراكشن اناليسيس بين الاثنين تشين. تمام، اتمنى انكم استفدتم من الحلقه، والسلام عليكم.